السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض القطايف. يعني هنعمل عجينة القطايف من الالف للياء زي ما بيقولوا. القطايف طبعا من الحلويات اللي لازم تكون موجودة طول شهر رمضان، او من الحلويات الاساسية بتاعة شهر رمضان. هنحضرها مع بعض النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. عجينة جميلة وطريقة تسوية حلوة قوي، وحشوة كمان حلوة قوي ومميزة. عايزة اقول لكم يعني مش هتغيروا طريقتكم دي ابدا. من الاخر كده يا بنات، الطريقه دي انا بعتمدها على طول ومش بغيرها. تعالوا بينا نحضرها ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. بس حابه اطلب منكم قبل ما نبدا الفيديو، لو انتي اول مره بتشوفيني طبعا نورتيني وشرفتيني واسعدني من نورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا، وتشتركي معايا في القناه لو لسه ما اشتركتيش. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا في المكونات وطريقه التحضير. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. اول حاجه بنحضرها يا بنات وهي شربات القطايف الاول، اللي هو بيكون شربات تقيل حضرته معاكم في الفيديو اللي فات. ان شاء الله هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لو حبيتوا ترجعوا الوصفه في اي وقت. بنحضره في اول حاجه علشان طبعا لازم نسيبه يبرد ويتقل معانا. تعالوا بقى يا بنات نبدأ في تحضير القطايف نفسها. كل حاجه هنعملها دلوقتي هتكون في شفشق الخلاط، ودي اسهل طريقه ممكن تحضري بيها عجينه القطايف. في شفشق الخلاط كده معايا كوبايتين دقيق بالكوب المعياري. ممكن تستخدمي الكوبايه العاديه، والكوبايه اللي هتستخدمي بيها الدقيق هي الكوبايه اللي هتعايري بيها الميه. هنستخدم كوبايتين من الدقيق وعليهم كوبايتين ونص من الميه. ممكن تستخدمي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات الا ربع، وده طبعا بيرجع لنوع الدقيق اللي بتستخدميه. بعد كده هنضيف نص كوبايه وهتخلي معاكي ربع كوبايه كده على جنب، تبداي تضيفي زي ما انت عايزه لحد ما العجينه تتظبط معانا. هنحتاج كمان لمعلقه صغيره ممسوحه من الخميره الفوريه، وعليهم معلقتين صغيرين من السكر. ما نكترش السكر يا بنات علشان ما تحمرش مننا قوي. وهنحتاج كمان لذره ملح صغيره خالص، وربع معلقه من البيكنج باودر. وهتبداي بقى تخلطي كل المكونات دي في الخلاط. ممكن تستخدمي الخلاط من دقيقتين ل3 دقايق لحد ما المكونات كلها تدوب، وتتاكدي كمان ان الدقيق كله اختفي. من وقت للتاني ممكن تكشفي غطا الخلاط وتبداي تنزلي الدقيق اللي بيكون في الجوانب علشان طبعا يمتزج مع باقي المكونات. في المرحله دي خلاص هنبدا نشيل الخلاط. وتعالوا بقى نختبر العجينه بتاعتنا. هنبدا كده يا بنات بالمعلقه ندي للخليط ده تقليبه كده بالراحه، وبعد كده هتبداي تاخدي المعلقه بتاعتك بشويه من الخليط ده، وهتبداي تمشي كده صباعك على المعلقه. لو الخليط اللي انت او الخط اللي احنا عملناه بيرجع بسرعه او الخليط بيقابل بعضه على طول، يبقى العجينه بتاعتك دي لسه محتاجه شويه من الدقيق. ممكن تزودي في الحاله دي معلقه او معلقتين لحد ما تظبط. اما لو الخليط بتاعك مرجعش على بعضه وفضل الخط ظاهر وواضح كده، يبقى العجينه بتاعتك كده مظبوطه. تمام كده، مش هتكون محتاجه اي حاجه خالص. في المرحله اللي بعد كده يا بنات ضروري نعدي الخليط ده على مصفى، والمصفى تكون كمان الثقوب بتاعتها ضيقه جدا عشان ما يبقاش في العجينه بتاعه القطايف اي تكتلات خالص، وممكن تخلي القطايف بتاعتنا تبوظ مننا. يعني لازم الخليط ده يكون ناعم تماما زي ما احنا شايفين. اللهم بارك، يعني نتيجه الخلاط جميله جدا. ممكن تستخدموا المضرب اليدوي يا بنات، بس الخلاط بيدي نتيجه افضل. بعد كده يا بنات هنبتدي نغطي بقى الخليط ده ببلاستيك راب كده، وهنحط عليه فوطه وهنسيبه كده جنبنا على الرخامه لمده نص ساعه بس. احنا عايزينها تختمر لمده نص ساعه بس، ما يبقاش اكتر من كده. لان لو كترت تخميرها فالعجينه لما تيجي تشكليها الثقوب بتاعه القطايف هتبقى واسعه جدا معاكي، وده طبعا احنا مش عايزينه. فلمجرد نص ساعه بس تعدي كده على طول هنبتدي بقى ناخدها. ضروري بقى بعد الاختمار تديها برضو تقليبه كده بالمعلقه علشان برضو تهبطي اي خمران فيها، لان احنا مش عايزينها مختمره قوي. وزي ما احنا شايفين جربتها تاني، عملت صباعي كده على المعلقه، الخطين ما رجعوش لبعض خالص. معنى كده ان العجينه بتاعتنا مظبوطه تمام جدا. نيجي بقى لطريقه التسويه بتاعتها. هنحتاج لتسويه القطايف طاسه او مقلايه غير قابله للالتصاق، يعني ممكن تكون جرانيت او تيفال، اهم حاجه ما تكونش الومنيوم. معانا كمان فوطه كده علشان نحط عليها القطايف، وفوطه تانية علشان نغطي بيها القطايف اول ما هتخرج من النار. بعد كده هنسخن الطاسه بتاعتنا جدا، وبعد كده هنهدي النار لاقل من الوسط. يعني النار بتاعتك ما تكونش عاليه او ما تكونش وسط، يعني اقل من الوسط بشويه. هنبتدي بعد كده نبدا باول قطفايه زي ما احنا شايفين كده. هتبداي تحطي كده كميه بكميه. ممكن تستخدمي الشفشق يكون لي كده حرف رفيع او بوز رفيع كده، تبداي تنزلي منه العجينه. ممكن تستخدمي كمان الكوب المعياري. هنبدا نحط كميه من القطايف على حسب حجم القطفايه اللي انت عايزاها. مش هتبداي تقلبيها خالص. اول ما هتحسي ان هي خلاص بدات تعمل الفقاعات اللي فوق دي وتبدا ان هي تنشف معاكي، هتبداي تحركيها او تحشيها من على النار. ما تحاوليش تقربي منها خالص او تلمسيها بالاسباتيولا الا بعد ما تتاكدي ان هي نشفت تماما من فوق. نيجي كمان لعلامه من علامات ان هي استوت، هتبداي تحسي ان هي طلعت دخان كده. اول ما تلاقيها دخنت معاكي هتعرفي برضو ان هي استوت معاكي. قطفايه ما بتاخدش اكتر من 10 ثواني على النار. ما تحاوليش تسيبيها اكتر من كده علشان ما تاخدش لون معاكم. يعني بمجرد كده ما تحسي ان لونها اصفر فاتح كده تبداي تشيليها على طول. هتخلصي كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه. شايفين بقى اللهم بارك الثقوب بتاعتها ضيقه جدا جدا، وكمان اللون بتاعها او القاع بتاعها حلو قوي.
عايزه اقول لكم كمان ان الطاسه اللي بنستخدمها مش مدهونه زيت خالص ولا فيها اي ماده دهنيه، يعني الطاسه بتاعتنا ناشفه تماما. هتبداي تخلصي القطايف بتاعتك بحسب الحجم اللي انت عايزاه، ممكن تعمليها عصافيري وممكن تعمليها كبيره، المهم الحجم اللي انت عايزاه ابداي شكليها بيه. لو حسيتي وانت شغاله ان القطايف الثقوب بتاعتها وسعت منك شويه، هتبداي كده بالمعلقه تقلبي الخليط مره تانية. لو حسيتي برضو ان هي لسه واسعه منك، هتبداي تاني تحطيها في الخلاط وتضربيها كده لمده دقيقه. وانت بتشكلي القطايف ممكن اول قطافيه معاكي تبوظ، وده طبيعي جدا ان انت لسه معرفتيش حراره الطاسه اللي انت شغاله بيها، على ما ايدك بس تتظبط في المقدار وتبداي تظبطي النار تحتها. طبعا كل قطافيه بتعمليها بتبداي تخرجيها كده من النار، هتحطيها على طول تحت الفوطه وتغطيها علشان طبعا ما تنشفش منك وتفضل طريه. وبس كده يا بنات، دي كل خطوات التسويه بتاعتها علشان تطلعي قطايف مستويه مظبوط جدا جدا، وكمان العجينه بتاعتها مظبوطه قوي. تعالوا بقى على طول نشوف الكميه اللي خرجت معانا من كوبايتين الدقيق، ونشوف كمان القطايف بتاعتنا بعد ما خلصت. اللهم بارك، كوبايتين الدقيق يا بنات عملوا معايا كميه كويسه جدا من القطايف. عملت حجمين زي ما احنا شايفين كده، عملت العصافيري اللي هي القطايف الصغيره الحجم الصغير، وعملت كمان الحجم الكبير. دي كده اول كميه. عايزه اقول لكم بقى بين كل فوطه وفوطه كده بحط طبقه من القطايف، بلاش تحطيها فوق بعضها علشان ما تعجنش منك. تمام كده. شايفين بقى اللهم بارك، شايفين الثقوب بتاعتها ضيقه جدا، مش واسعه علشان تبوظ لنا الحشوه او ان الحشوه تخرج منها او تقع منها. إيه ما شاء الله، لا شايفين بقى اللهم بارك، بجد تحفه جدا. القاع بتاعها كمان حلو قوي، يعني تسويه كده من الاخر، لون وجمال وشكل وطعم، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه بنفس الخطوات دي، هتطلع معاكم مظبوطه جدا، وبجد استحاله تشتروها من بره تاني. دي بقى كانت القطايف الحجم الكبير اللي انا جربتها، برضو نفس النظام ونفس النتيجه ما شاء الله. ودي كانت كل الكميه اللي خرجت معايا من كوبايتين دقيق. طبعا تقدري تضاعفي المقادير على حسب ما انت عايزه، او تعملي الكميه اللي انت عايزاها بتضاعفي المقادير وبتكملي. تعالوا بقى على طول نحضر الحشوه بتاعتها. طبعا اقل حاجه ممكن نحشي بيها القطايف هي المكسرات العاديه جدا، شويه من الفول السوداني على شويه من الزبيب وجوز الهند المجروشه، وكمان ضفت شويه من الفستق الكداب اللي عملته معاكم قبل كده في الفيديو اللي قبل اللي فات. ان شاء الله اسيب لكم الطريقه بتاعته في صندوق الوصف لو حبيتوا ترجعوا للوصفه في اي وقت. وده كمان العسل او الشربات اللي حضرته معاكم برضو الفيديو اللي فات. شايفين بقى اللهم بارك لونه وقوامه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنبتدي كده ناخد معلقتين من العسل ونحطهم على المكسرات، وهتبداي تقلبيه. طيب فايدة المكسرات هنا يا بنات مع العسل، او العسل لما نضيفه على المكسرات علشان يخلي الحشوة بتاعتنا متماسكة، يعني لما تيجي كده تاكلي القطفاية الحشوة ما توقعش منك. دلوقتي بقى معايا هنا الآلة بتاعة القطايف، وطبعا الآلة دي جميلة جدا يا بنات، عايزة اقول لكم بتسهل عليا كتير قوي. التلاتة كده بيجوا مع بعض بأحجام مختلفة، بتعمل القطافية الكبيرة والقطايف العصافير اللي هي الصغيرة، يعني ما شاء الله جميلة جدا. عايزة اقول لكم كمان ان هي مش غالية، رخيصة جدا، يعني التلات وحدات دول ب15 جنيه بس، فلما تكون موجودة في بيتك هتبقى حلوة قوي. هتبدأي بقى تاخدي القطافية وتفرديها على آلة القطايف بالشكل ده، وهنبدأ ناخد الحشوة ونحط فيه نص القطافية. بعد كده هتضغطي عليها ضغطة خفيفة، هتتقفل معاكي القطافية بكل سهولة، وهتكون متبرشمة كمان وقافلة حلوة قوي. ما شاء الله اللهم بارك، طريقة استخدامها سهلة جدا وبجد بتنجز، يعني بدل ما تقعدي تقفلي بايدك كده على طول هتبدأي تخلصيها على طول. ممكن تستخدموا حشوات كمان يا بنات، كريمة بدل الفول السوداني والمكسرات، ممكن تستخدمي بقى اي مكسرات انت عايزاها. هتضيفي بقى فستق، لوز، جوز، عين جمل، الحاجات اللي انت عايزاها ابدأي اضيفيها. شايفين اللهم بارك استخدامها سهل جدا. طيب لو ما فيش يا بنات عندنا الآلة دي، ممكن نستخدم ايه عادي، هتقفلي خالص بايدك وتبدأي تبرشميها بالشوكة بالطريقة العادية خالص، او الطريقة التقليدية اللي الناس كلها بتعمل بيها القطايف. هناخد القطفايه ونبدأ نحط فيها كده حشوة في النص، وهتبدأي كده تقفلي بالراحة بإيدك بالشكل ده. بعد كده هنحطها على الرخامة كده وتبدأي تضغطي عليها بالشوكة ضغطة خفيفة، هتديكي نفس النتيجة بتاعة الآلة بتاعة القطايف. بس أهم حاجة تضغطيها بالراحة كده، بلاش تتقلي عليها قوي علشان طبعا ما تتقطعش منك. وبس كده بتديكي نفس الشكل بتاع الآلة اللي بتديهولنا. شكلها جميل جدا، اخده شكل حلو قوي، وكمان الزجزجة بتاعة الشوكة دي مخليها شكلها جميل جدا. وبكده يا بنات بنكون عملنا مع بعض القطايف وكمان حشيناها. هجرب معاكم بقى كمان اللي هي الصغيره، الحجم الصغير بتاع القطايف اللي هي العصافيري، برضو بتحطيها يعني كل واحده من الآلة بتاع القطايف ليها كده مقاس معين، بتاخد اي مقاس انت عاملاه. بس كده بقى هخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. طبعا يا بنات انا حشيت كل الكميه اللي معايا، لان القطايف ما ينفعش تتعمل وتتعان كده، لازم طبعا تتحشى وتتعان او تتفرز وهي محشيه. هنيجي بقى لو الكميه معاكي كبيره، هتبداي طبعا تحفظيها في اطباق بالشكل ده، وهتحطيها في كيس تلاجة وهتعينيها في الفريزر، وقبل الاستخدام طبعا بتخرجيها وتقليها على طول، بتكون جاهزه معاكي على القليه على طول. ممكن لو انتوا عايزينها حادق بتحشوها لحمه مفرومه او جبن او اي حاجه انتوا عايزينها، ولو انتوا عايزينها حلوه هتحشوها برضو بالحلو اللي انتوا عايزينه، يعني القطايف معاكم تمشي حلو وحادق. شايفين بقى اللهم بارك جميله جدا.
زي ما قلت لكم بقى بتفرزوا الكميه اللي انتوا عايزينها، ولو انتوا عايزين بقى اقلوا منها في اي وقت انتوا عايزين. هي بتكون سهله معانا يا بنات، وبتكون جاهزه على التحمير على طول. تعالوا بقى نحضر شويه او نقليها علشان نشوف هي عامله ازاي. هتجيبي طبعا طاسه فيها زيت غزير وبنسخنه، بتبداي كده تختبريه بقطعه من القطايف. لو لقيتي العجينه كده بدات تطفو على سطح الزيت على طول، يبقى هي كده الزيت معانا تمام. هتبداي بعد كده تحطي القطايف بتاعتك علشان نبدا ان احنا نقليها. في المرحله دي بكون مهديه النار لوسط، يعني بسخن الزيت قوي وبنبدا نهدي النار لنار متوسطه. هتحطي كميه القطايف اللي انت عايزاها، وهنبدا على طول بقى نقلبها يا بنات. بمجرد ما تحطيها في الزيت قلبي مره واتنين وتلاته، ما تسيبيهاش لحد ما تاخد لون، علشان طبعا تطلع مقرمشه معاكم. يعني خطوه التقليب كده مره واتنين وتلاته كده على طول، تبدا ان هي تقرمش معاكي. اما لو حطيتيها وسبتيها لحد ما تاخد لون وبعد كده قلبتيها على الجنب التاني، هتطلع طريه معاكم ومش هتطلع مقرمشه. بس كده، دي كمان كانت طريقه التسويه بتاعتها حلوه قوي. عايزه اقول لكم يا بنات، يعني ما ضفناش ليها دقيق سميد ولا اي حاجه خالص، هي بشويه دقيق وشويه ميه. بجد اللهم بارك، هتعمل معاكم اجمل قطايف ممكن تجربوها. يعني العجينه مظبوطه وجميله قوي. يعني ان شاء الله كده بعد ما تجربي الطريقه دي ما تنسينيش بدعوه حلوه من قلبك، وان شاء الله مش هتشتريها من بره تاني خالص. ما شاء الله اللهم بارك، طريقه تسويتها حلوه قوي. هنبدا على طول كده نقلبها زي ما قلت لكم مره واثنين وثلاثه. وفي الوقت ده هكون محضره معايا الشربات البارد اللي حضرته في البدايه وبرد. هنبدا على طول بقى نخرج القطايف من الزيت ونحطها على طول في الشربات البارد. عايزه اقول لكم ما تحاولوش تغمقوها كتير في الزيت، علشان طبعا اي حلويات شرقيه احنا بنعملها بمجرد ما بنحطها في الشربات بتغمق اكتر، يعني او بتغمق درجه. فبلاش تحمريها قوي علشان لما تحطيها في الشربات ما تغمقش اكتر من كده. يعني تعملي حساب ان هي لسه تغمق معاكم. هتقلي بقى كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه، وعلى طول وهي لسه سخنه هنبتدي على طول نحطها في الشربات البارد. هنقلبها كويس وهي في الشربات، ممكن كمان نسيبها في الشربات من دقيقه لدقيقتين، لحد طبعا ما القطايف تتشرب كويس او تتشبع بكميه الشربات اللي هي محتاجاها. بعد كده يا بنات هنبتدي بقى نخرجها من الشربات، هنحطها في مصفى لحد طبعا ما تتصفى كويس او تتصفى تماما من الشربات اللي الزياده اللي فيها. بعد كده بتكون جاهزه معانا، بتقدروا بقى في الوقت ده تقدموها بالف هنا وعافيه. بجد مفيش اجمل ولا اسهل من كده طريقه لعمل القطايف المقرمشه. جربوها يا بنات واعتمدوها، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بس كده زينتها بشويه كده من الفستق الكداب، وده برضو حضرته معاكم الفيديو اللي فات. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا بنات، والف هنا وعافيه للي يجربها. تعالوا بقى كده على طول نسمع بقى صوت قرمشه القطايف. مقرمشه جدا يا بنات والله، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نسمع كده القرمشه مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك. سامعين صوت القرمشه؟ بجد رهيبه. الناس بقى اللي بتحب الحاجه مقرمشه بجد هتعجبكم جدا، وبدون بقى دقيق سميد ولا اي حاجه صعبه. ما شاء الله. وبس كده يا بنات، الفيديو بتاعي بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. ما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.